السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين طبعا احنا هنا محافظة الإسماعيلية، سكان محافظة الإسماعيلية صحينا على خبر مفزع جدا، وهو حريق في مديرية الأمن، وكان حريق هايل جدا. طبعا كل سكان المحافظة هنا في حالة من الحزن جامدة قوي، كلنا هنا في حالة من الزعل. طبعا احنا لسه ما نعرفش اذا كان في عدد شهداء او ايه عدد مصابين بالظبط، لسه ما فيش اي تقارير رسمية خرجت. طبعا سواء كان في شهداء ربنا يا رب يرحم الشهداء ويصبر اهاليهم، وسواء كان في مصابين والتأكيد اكيد في مصابين، بس احنا لسه مش عارفين عدد معين، لان زي ما قلت ما فيش تقارير رسمية. ان شاء الله يقوموا بألف سلامة وربنا يا رب ينجيهم. مصر دايما محفوظة ودايما ربنا حميها ايا كان ملابسات الحادث وايا كانت اسبابه. ربنا دايما حامي البلد دي وربنا حافظها يا رب دايما ان شاء الله من كل عدو ومن كل حد عايز يضرها. دايما احنا بندعي ربنا دايما ان ربنا دايما يحفظ البلد دي ويحفظ اهلها، ومتفائلين دايما في القيادة وفي سيادة الرئيس ان احنا اكيد هنعرف ايه ملابسات وايه اسباب الحريق اللي وقع دوت ان شاء الله. وزي ما قلت في البداية ربنا يا رب يصبر اهالي الشهداء ويا رب وينجي المصابين ويقوموا بألف خير وألف سلامة يا رب. وتحيا مصر، تحيا مصر. زي ما انتوا شايفين، انا قلت اكيد انا مش هينفع ابقى من سكان المحافظة وهقعد اسمع واشوف الاخبار على التلفزيون او على اليوتيوب. يعني لا، لازم انزل بنفسي واشوف الاخبار والاوضاع في الشوارع واطمن طبعا، لان انا بيني وبين المديرية دي مش كتير. زي ما انتوا شايفين انا هنا نزلت كده، زي ما قلت لكم والله انا زعلانة جدا وحزينة. انا لما شفت شكل المبنى والنار الصبح على الفيس اول ما صحيت، يعني انا حزنت جدا حزنت جدا. المنظر كان صعب قوي، ومنظر النار، وتقريبا كان في اشخاص عايزين يحاولوا ينزلوا، في منهم اللي نط. كان منظر صعب قوي وعامل حالة حزن كبيرة قوي هنا في المحافظة. يعني معظم الناس هنا حزينة يعني. ان شاء الله نعرف ايه ملابسات الحريق دوت وايه اسبابه باذن الله. احنا واثقين جدا في القيادة بتاعتنا وفي الاجهزة الامنية ان احنا هنعرف ايه الاسباب، سواء كان ماس كهربائي او اي اسباب تانية. ان شاء الله مصر دايما محفوظة، ومصر دايما رايتها عالية. وتحيا مصر فوق كل عدو، وفوق كل حد عايز ينال منها. ان شاء الله دايما ربنا البلد دي حميها. زي ما انتوا شفتوا كده، انا دلوقتي ماشية بعمل جولة كده في الشوارع المحيطة بالمديرية. الشوارع سالكة تماما، مفيش اي مشاكل، مفيش الا الشارع الرئيسي اللي قدام بس المديرية دوت اللي معمول عليه حراسة امنية طبعا، عشان ده لسه فيه تحقيقات وفي حاجات زي ما احنا فاهمين. في ترعة اللي احنا شايفينها دي اللي بتفصل بين شارع تاني مقابل للمديرية. الشارع التاني ده اللي انا ماشية فيه سالك تماما، مفيش اي مشكلة فيه، الناس قاعدة فيه عادي جدا، والعربيات بتمر، وفي بياعين زي ما احنا شايفين في الحدائق، لان زي ما انتوا شايفين اسماعيلية معظمها مساحات خضراء. اسماعيلية عدد السكان فيها بسيط، ومعظمها مسطحات خضراء وحدائق جناين. زي ما انتوا شايفين انا كده بتجول، حركة السير تمام، مفيش اي مشاكل. بس زي ما قلت هو في حالة حزن كده زي ما انتوا شفتوا، يعني في حالة حزن كده من الناس هنا من اللي حصل، من الناس اللي كانت بتحاول تنط. منظرهم والفيديوهات اللي احنا صحينا عليها الصبح كان فعلا حاجة تزعل جدا. ربنا يا رب ان شاء الله لو في مصابين ربنا ينجيهم يا رب، ويكتب لهم السلامة جميعا، ومفيش اي حد يتأذي منهم. وان شاء الله ربنا يرحم الشهداء يا رب ويصبر اهاليهم، واذا كان ليهم اطفال ان شاء الله ربنا يرعاهم يا رب في رعايته وفي امنه. وزي ما قلت لكم البلد دي محفوظة مهما حصل ان شاء الله ربنا حمينا وحميها. وزي ما قلت احنا متفائلين خير دايما ان شاء الله. البلد دي مش هيمسها اي شر باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده انا ماشية في الشوارع. انا برضو كنت نازلة علشان اجيب غدا لولادي يعني ومنها كنت بتفقد كده زي ما قلت لكم الاحوال واطمن كده يعني على اللي حاصل يعني في المحافظة. زي ما انتوا شايفين الامور في الشوارع تمام، وانا ماشية والدنيا سالكة. وزي ما قلت بقى ان شاء الله كده خير، وان شاء الله ربنا يطمنا على المصابين
ويرحم يا رب الشهداء ويصبر أهاليهم ويتولى أولادهم وزوجاتهم يا رب إذا كانوا متزوجين. يا رب كل اللي يشوف الفيديو دوت ينزل يكتب لي في الكومنتات تحت تحيا مصر ويترحم يا رب على الشهداء اللي توفوا في الحادث الأليم اللي انتوا شايفينه ده، وتحيا مصر. زي ما شفتوا كده انا هنا وصلت معاكم كده لنهاية الفيديو. يا رب ان شاء الله ربنا ينجي زي ما قلت المصابين، وربنا يرحم الشهداء سواء اذا كان في شهداء او لا. وان شاء الله البلد دي محمية يا رب دايما ومحفوظة في رعاية الله. وفي اخر الفيديو احب اقول تحيا مصر. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يعلق في الكومنتات ويقول تحيا مصر.